اللغة الإنجليزية لبنة أساسية من لبنات النجاح في أمريكا. بلا لغة الإنسان واخا ما عرف فين يوصل كتبقى ديما ناقصة شي حاجة في هاد البلاد. نعم، في بلاد العم سام. بلا لغة كتبقى ديما تحس بالنقص. بلا لغة راك بحال لسان عندك مقطوع. بلا لغة النجاح ديالك ما كملش. فاش كنقولوا اللغة الإنجليزية أغلب الناس كيتمثل ليهم في الذهن واش عنده لغة مزيانة ولا ما عندوش، بمعنى آخر واش كتهضر اللغة ولا ما كتهضرش، وكينساو باللي كاينين عدة مستويات في اللغة الإنجليزية. باختصار اللغة الإنجليزية بحال الجنة فيها 7 طبقات، 7 المستويات. السلام عليكم اخوتي خواتاتي، معكم يونس مهاجر مغربي مقيم في أمريكا. مرحبا بكم في قناة المهاجر المغربي بصفة خاصة والمهاجر العربي بصفة عامة. الهدف ديال القناة هو مشاركة المعلومة مع المهاجرين المغاربة ورفع من الوعي الجماعي ديال الجالية باش من هنا لبضع سنوات تولي عندنا جالية أقوى. في الحلقة ديال اليوم غادي نتكلموا على 7 المستويات ديال اللغة الإنجليزية، غادي نبينوا الفرق اللي بيناتهم والحوايج اللي غادي يعاونوك باش تمشي من مستوى للمستوى الآخر. إلا كنتوا واجدين لحلقة اليوم وجد لي هذيك القهوة، طلع دير هذيك الصمتة وليتس جو. المستوى الصفري، نقطة البداية A0. كيف ما كيقول المثال، رحلة ديال 1000 ميل كتبدا بخطوة. A0 هو المستوى اللي قليل اللي كيهضر عليه، ولكن هو الحقيقة ديال بزاف ديال الناس. في A0 الإنسان كيسمع الإنجليزية، كيقدر يتنبأ ولا كيقدر يتوقع باللي اللغة اللي كيسمعها فهي الإنجليزية، ولكن ما كيفرقش ما بين الكلمات، حتى ديك هيلو ولا How are you today? كيجيوه ثقال وصعاب. وهنا اللغة مازال عبارة على أصوات، نبرة، موسيقى، ماشي كلمات. كنقولوا للناس اللي كاينين في هذه المرحلة خاصهم يحفظوا الكلمات والأفعال اللي كيتعودوا بزاف في اللغة الإنجليزية. في هذه المرحلة تعويد الأذن على سماع اللغة الإنجليزية غادي يساعد بزاف. خلاصة A0 ماشي ضعف، إنما بداية صحيحة ووعي حقيقي اللي غادي يعاونك تطلع في المستويات مع الوقت. المستوى الأول A1 Beginner. الإنسان اللي عنده مستوى A1 في اللغة الإنجليزية نقدر نقول عليه مبتدئ، إنسان كياخد وقت طويل باش يميز معاني الكلمات وكيفهم الجمل اللي كتكون قصيرة وبسيطة. مثلا I live in the United States كتفهم كلمة بكلمة ماشي جملة كاملة. الناس اللي كاينين في هذا المستوى كيقوموا بالترجمة ديال كل كلمة بوحدها. مثلا I راه هي أنا، live هي فعل عاش، in هي في، the United States هي الولايات المتحدة. ما بين المشاكل اللي كيواجهوها الناس اللي في هذا المستوى هو الخوف من النطق. كاينين عدة حلول للناس اللي كاينين في المستوى A1 وباغيين يطلعوا لمستوى A2. كنصحوهم تكرار نفس الجملة من 20 مرة إلى ما فوق، قبول الغلط ومحاولة بناء جمل بسيطة ولكن صحيحة. المستوى الثاني A2 Elementary. الإنسان اللي في المستوى A2 كيتعتبر إنسان في مستوى أولي، إنسان كيقدر يهضر على الحياة اليومية ديالو، إنسان عنده قدرة باش يوصف داكشي اللي كيدوز في الخدمة ولا مع العائلة، غير هي اللسان ديالو مازال متشنج والعقل مازال خدام بالترجمة. كتشوف كلمة إنجليزية كترجمها للعربية باش تفهمها، كتشوف كلمة عربية كتبغي تترجمها للإنجليزية باش تفهمها. هاد المرحلة زوينة ولكن خطيرة شوية، حيت كتقرا بزاف وكتهضر غير شي شوية. ما بين الأخطاء اللي كيديروهم الناس اللي كاينين في هذا المستوى هو الاكتفاء بالدروس فقط. والناس اللي كاينين في هذا المستوى A2 وباغيين يطلعوا للمستوى كنصحوهم بعدة حلول. السماع اليومي للغة الإنجليزية، الهضرة اليومية ولو غير 10 دقائق، وإلا ما لقيتي مع من تهضر هضر غير مع راسك، ثق بيا راك ماشي حمق، بل انت إنسان خلق من لا شيء. الخلاصة غير هدر، المهم هو سرح اللسان ماشي تهدر مقعد. المستوى الثالث B1 Intermediate. الناس اللي كاينين في هذا المستوى عندهم مستوى متوسط، وإلا جينا نديرو التيست لأغلب الناس في اللغة الإنجليزية غادي نلقاو عندهم مستوى B1.
المستوى فين تقدر تفهم أغلب الحوارات، تقدر تخدم، تسافر وتهدر. من الآخر كتحس براسك مزيان، غير هي اللغة ديالك محدودة، نفس الكلمات كتعاود وكتبقى تطيح في نفس الأخطاء. الحاجة اللي كتخلي أغلب الناس يكونوا في هذا المستوى هو أنهم كيحسوا بلي خاصهم غير الوقت باش اللغة ديالهم تحسن بشكل تلقائي، وهذا في أغلب الأحيان غير وهم. للأسف الحقيقة هي أن الوقت بوحده ما كيطلعش المستوى، لازم خدمة، لازم مجهود. ما بين المشاكل اللي كيعانيو منها الناس اللي في B1 هما كالتالي: نقص المفردات العميقة، عدم تعرض اللغة أقوى. وكنصحوا الناس اللي كاينين في B1 بعدة حلول، بحال القراءة اليومية، التأمل في جمل كاملة اللي كتعبر على الفكرة بشكل كلي، وسماع ناس أقوى منهم لغويا. سيداتي سادتي، B1 ماشي عادي، راه مازال كاين واحد المستوى أعلى منه. خليكم معايا. الإخوان الأخوات، كيف جاكم المحتوى؟ هادشي كامل دايرينو على قبل الجالية باش تكون أحسن. إلا عجبكم هادشي اللي كندير تفاعلوا مع الفيديو بكل تواضع. المستوى الرابع B2 Upper Intermediate. هاد المستوى اللي هو B2 نقدروا نطلقوا عليه مصطلح: عندك لونجلي زوينة ولكن مازال ماشي نقية. الناس اللي في B2 كتقدر تفهم الناس بسرعة، كتضحك على نكت، كتقدر تعطي رأي ديالك في شي موضوع، ولكن مازال ما عندكش الدقة 100%. مازال كتلقى صعوبة في التعبير على بعض الأفكار. الناس اللي في هذا المستوى ما عندهمش مشكل في القواعد، غير هي مازال عندهم نقص في السرعة والطلاقة. الخطأ اللي كيطيحوا فيه الناس ديال B2 هو نوع من الكسل، حيث المستوى مريح وعدم الإدراك باللي كاين مستوى أحسن. النصيحة اللي نقدروا نعطيوها للناس اللي كاينين في هذا المستوى: محاولة الدخول في نقاشات، التعبير على رأي ديالك، وديما فكر كيفاش تخليه أحسن. وأخيرا مشاهدة محتوى معقد بحال بودكاست. شنو غادي نقول لك البطل؟ ما تقتلش القصة. نتلاقاو في المستوى الموالي. المستوى الخامس C1 Advanced. بالنسبة للناس اللي في C1 اللغة ما بقاتش عائق بالنسبة لهم، ولاو كيقدروا يستخدموها للخدمة، الإقناع وحتى الشرح. كتفهم حتى الاختلافات الدقيقة. هنا الإنسان كيولي كيفكر باللغة الإنجليزية تلقائيا وما كيعتمدش على الترجمة. الحاجة الوحيدة اللي كتبقى ناقصة الناس اللي كاينين في هذا المستوى هو الدقة والأسلوب. الخلاصة ممكن نقولوا أن النيفو ديال C1 هو واحد النيفو زوين، ولكن أحسن مستوى هو اللي غادي نشوفوه في المستوى المقبل. المستوى السادس C2 Proficient. C2 هو المستوى الوحش، هو قمة الهرم. الإنسان اللي كيوصل لمستوى C2 فهو قريب بزاف للناطق الأصلي ولا native people. ما كيبقاش عنده مشكل في فهم الثقافة والنبرة ديال اللغة الإنجليزية. هذا المستوى هو مستوى الوحش، يعني مستوى ماشي ضروري لكل شيء وماشي الهدف ديال أغلب الناس، ولكن راه زوين بزاف ملي كتوصل C2. كتولي كتهدر وانت عندك واحد ثقة في النفس، انت عارف باللي المستوى ديالك هو C2، وربما كتولي حتى احسن من native people. كتولي عندك واحد الدقة غير متناهية، وكتولي كتستخدم مفردات اللي probably native people بريوسهم ما كيستخدموهمش. الحاصل الله يعاون الجالية ديالنا تولي متمكنة تمكن تام من اللغة الإنجليزية وتوصل C2. وصلنا لنهاية ديال الفيديو. اليوم وضحنا واحد الحاجة اللي بزاف غافلين عليها. تكلمنا على جميع المستويات ديال اللغة الإنجليزية، من المستوى الصفري A1 حتى المستوى المحترف اللي هو C2. كل مستوى من المستويات عنده حاجز عقلية وحل مختلف. ثق بيا، إذا فهمتي هذا الشيء راك اختصرتي واحد السنوات كبيرة من الضياع. هذه كانت فقط واحد النبذة صغيرة على مستويات اللغة الإنجليزية. إلا بغيتو نهضر لكم على كل مستوى بعمق أكثر كتبها لي في الكومنتس. ما تنساوش اللايك والسبسكرايب باش نوصلوا هذه القيمة لأكبر عدد ممكن. تبارك الله عليكم الخوت، شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.